عرفت مصر الوحدة التانية سنة 3200. تانية؟ هو في وحدة أولى؟ سنة 4242 دي الوحدة الأولى، لكن دي الوحدة التانية. يستدل على ذلك من خلال إيه بقى؟ يقول لك من خلال أحد مصادر دراسة الحضارات المصرية القديمة. يعني أنت هتعرف الوحدة دي منين؟ هو الكلام ده متسجل فين؟ مش الكلام ده متسجل عند حجر باليرمو؟ لا يا مستر، مش متسجل باليرمو. ليه يا ابني؟ ما باليرمو مسجل من ما قبل الأسرات للثالث الخامس. تقول لي لأ، بس ده فيه صلاية الملك نعرمر اللي أصلا كاتبة عن الملك مينا سنة 3200. يبقى دي نقوش بارزة يا مستر. يبقى تدور على صلاية نعرمر أو النقوش البارزة. ببص في الاختيارات لقيت النقوش بس. حتى لو انت كنت بتحل بتبصمك كده فممكن تحلها صح، حتى لو انت فكرت في باليرمو الغلط هتحلها برضو صح. بس مفيش حل بيجي كده، مفيش بصمجة في الإجابات. 12 يقول لك يا عزيزي أي من المصادر الأولية التالية وصلت إلى مرحلة العالمية؟ والله يا جماعة هي حاجة واحدة اللي وصلت للعالمية. ليه؟ البرديات. ليه البرديات؟ لأنها كانت بتتصدر لبره، لأن مصر الدولة الوحيدة اللي زرعت واللي صنعت واللي صدرت. يدي لحضراتكم خريطة، يقول لك يمكن التعرف على ما تحويه الخريطة المقابلة من خلال كتابات. والله أنا قدامي دلوقتي خريطة لمصر مسجلة المدن المصرية. هتلاقي هيرودوت كتب عن مدن مصر وجغرافيتها في كتابه اللي هو تمحيص الأخبار، اللي كان عبارة عن 9 أجزاء، اللي خصص الجزء التاني بالنسبة لمصر. يبقى هنا تختار مين يا بطل؟ تختار هيرودوت. ماشي. السؤال اللي بعده يقول لك أي مما يلي يعبر عن صحة مضمون النص المقابل. النص بيقول إيه؟ كان النيل يفيض فيترك كسوة من الطين، قصده يعني الطمي، تكسو الأرض الزراعية فتزيد قوة وخصوبة القوة والخصوبة ده معناه إنه بيتكلم على إن الطمي هيزود إنتاجية الأرض الزراعية. واستفاد المصريون القدماء من نتاج هذا الفيضان في تدوين إيه؟ تقول لي إيه علاقة الفيضان اللي بيجيب طمي بإن هو هيدخل في فكرة التدوين؟ أقول لك لأ، أنت لما تيجي تجمع هتعرف إن الطمي ده اتعمل منه فخار، والفخار ده اتعمل منه كسرات، والكسرات دي كانت عبارة عن أستركة.